في هذا المثال سوف نتعرف على بعض الدوال المنطقية Logical Functions الأكثر استخداما داخل البرنامج، وسوف نبدأ بالتعرف على استخدام الجملة الشرطية F. وتتكون هذه الجملة من 3 أجزاء يتم الفصل بينهم بعلامة الفصل semicolon، فبكتابة العلامة equals ثم الدالة F متبوعة بقوس الفتح لهذه الدالة. سوف نلاحظ أن صيغة هذه الدالة تظهر داخل Screen Tab كما نرى، ونلاحظ أن المعادلة الخاصة بهذه الدالة تنقسم إلى 3 أجزاء كما ذكرنا، والجزء الأول من هذه المعادلة هو الجزء Logical Test، وفي هذا الجزء يتم كتابة جملة الاختبار أو الشرط Condition، والجزء الثاني هو الجزء Value if True، وفي هذا الجزء يتم كتابة القيمة التي تظهر في حالة تحقق الشرط الذي تم إدخاله في الجزء الأول. والجزء الثالث هو الجزء Value if False، وفي هذا الجزء يتم إدخال القيمة التي سوف تظهر في حالة عدم تحقق الشرط الموجود بالجزء الأول. وفي هذا المثال نريد عمل معادلة لحساب العمولات نسبة إلى قيمة المبيعات، بحيث أنه إذا كانت قيمة المبيعات أكثر من 5000 فيتم ضرب هذه القيمة في 10%، وإذا كانت قيمة المبيعات أقل من 5000 يتم ضرب هذه القيمة في 5%. فلنفترض أن إجمالي المبيعات سيتم إدخاله في الخلية C3. ولتكوين المعادلة بالشروط التي ذكرناها نضغط المؤشر داخل الخلية التي نريد ظهور قيمة الناتج بها، ثم نبدأ بكتابة المعادلة، فندخل العلامة equals ثم نكتب F، وندخل قوس الفتح لهذه الدالة، ونكتب الجزء الخاص بالاختبار أو الشرط، وهو في هذا المثال CC greater than 5000، أي في حالة أن القيمة الموجودة في الخلية C3 أكبر من 5000. ثم ندخل العلامة semicolon للفصل بين هذا الشرط والمتغير التالي، ويمكن أن تكون علامة الفصل المستخدمة كوما بدلا من semicolon، وذلك على حسب إعدادات اللغة الخاصة بنظام التشغيل المعرف على جهاز المستخدم. ويمكننا التعرف على علامة الفصل المستخدمة من خلال المربع Screen Tab الذي يظهر أثناء إدخال الدالة كما نرى هنا. والآن نكتب CC multiplied by 0.1، وذلك لكي يقوم البرنامج بضرب القيمة الموجودة في الخلية C3 في القيمة 1/10، والتي تعبر عن النسبة 10%، وذلك في حالة تحقق الشرط الذي قمنا بإضافته في الجزء الأول. ثم ندخل علامة الفصل semicolon، وندخل القيمة التالية وهي C3 multiplied by 0.05، وذلك لكي يقوم البرنامج بضرب القيمة الموجودة في الخلية C3 في القيمة 5%، والمعبرة عن النسبة 5%، وذلك في حالة عدم تحقق الشرط الذي قمنا بإضافته في الجزء الأول. ثم ندخل قوس الإغلاق الخاص بالدالة لإخبار البرنامج أن المعادلة قد انتهت، ونضغط على المفتاح Enter، ثم نضغط المؤشر داخل الخلية C3 وندخل قيمة أكبر من 5000 ولتكن القيمة 6000، ونضغط على المفاتيح Ctrl و Enter من لوحة المفاتيح، فيقوم البرنامج بضرب هذه القيمة في النسبة 10%، وتظهر النتيجة في الخلية التي قمنا بإدخال المعادلة فيها مباشرة، وهي القيمة 600 في هذه الحالة. والآن ندخل القيمة 4000 في الخلية C3، ونضغط على المفاتيح Ctrl و Enter، فتظهر القيمة 200 في الخلية التي تم إدخال المعادلة بها، وهي تمثل نسبة 5% من القيمة الأصلية. وإذا أردنا فإنه يمكننا إظهار حروف أو كتابات داخل الخلية التي تحتوي على المعادلة بدلا من الأرقام، ولعمل ذلك نختار الخلية التي تحتوي على المعادلة، ثم نضغط على القيمة C3 multiplied by 0.1 من شريط المعادلات، وندخل العلامة quote mark، ثم نكتب الجملة High Commission، ثم ندخل علامة quote mark أخرى لإغلاق الرسالة، ونضغط المؤشر على القيمة CC multiplied by 0.05 من شريط المعادلات، وندخل علامة quote mark ونكتب الجملة Low Commission، ثم ندخل علامة quote mark أخرى لإغلاق الرسالة. والآن نقوم بإدخال قيمة أكبر من 5000 في الخلية CC، فتظهر العبارة High Commission في هذه الخلية،
ثم ندخل قيمة أقل من 5000 في الخلية C3 فتظهر العبارة low commission. ويمكننا أيضا إدخال قيم ثابتة للمعادلة أيا كان مقدار التغير في قيمة الخلية، فنختار الخلية التي تحتوي على المعادلة ثم نضغط بالمؤشر على الكتابات High Commission في شريط المعادلات وندخل القيمة 500 بدلا منها. وبالتالي فإذا كانت قيمة الخلية C3 أكبر من 5000 أيا كانت هذه القيمة فسوف يقوم البرنامج بكتابة الرقم 500 في هذه الخانة، ثم نختار الكتابات Low Commission من شريط المعادلات وندخل مكانها القيمة 200. وبالتالي فإذا كانت قيمة الخلية C3 أقل من 5000 أيا كانت هذه القيمة فسوف يقوم البرنامج بكتابة الرقم 200 في هذه الخانة. والآن نقوم بإدخال القيمة 6000 في الخلية C3 فنجد أن البرنامج قد قام بكتابة القيمة 500 في الخلية الخاصة بالمعادلة. وعند إدخال القيمة 4000 مثلا في الخلية CC سوف نجد أن البرنامج قد قام بكتابة القيمة 200 في هذه الخانة.